اهلا وسهلا. النهارده وانا بورد الفلوس اخر اليوم حصلت حاجة غريبة جدا. النور اتطفى والفلوس اللي كانت معايا اتسرقت. علشان كده كان لازم احقق واعرف مين اللي سرقها، وخدت معايا حموكشة. تعالى حموكشة. ايوه يا خالو حبيبي، بص بقى يا خالو، احنا لازم نسأل بقى ونستفسر بقى اصلا. وعرفت من حموكشة اننا لازم نسأل ونستفسر، علشان كده كان شكي في 3 من اللي كانوا موجودين. اول واحد شكيت فيه هو الاستاذ حسن فايق، رد عليا وبيقول: الافندي رايح جاي رايح، داس على رجلي، مش تفتحي يا بجم. معلش يا استاذ حسن، الفلوس راحت فين؟ انا ما شفتش اي فلوس، انا لسه جاي، كنت مع اسماعيل ياسين. وكان لازم اسأل حد تاني من اللي كانوا موجودين، وسألت الاستاذ محمد سعد الليمبي، رد عليا وبيقول: يعني سنة واحدة يا عم الحاج كده، أنا أحب كده أقول أصلا إن أنا أصلا كنت هناك في المحل ده، والفلوس دي ما كانتش موجودة أبسولوتلي. كان هناك 150 قرش يا رب أنت عالم بقى. وكان لازم اسأل حد تاني من اللي كانوا موجودين، وسألت أبلة فهيتة، ردت عليا وبتقول: يا حبيبي، ما اعرفش حاجة عن الفلوس دي اصلا. انا كنت قاعدة يا حبيبي في الكواليس وما شفتش اي حاجة، حتى اسأل كركورة. ماما يلا بينا عشان نخرج. أنا عرفت مين اللي سرق الفلوس. لو أنت كمان عرفت قول لنا مين هو. ما تنساش تعمل لايك وتنزل في الكومنتات تكتب لي مين الحرامي. مع تحية المفتش.